caught in the crossfire. It's caught in the السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة بسيطة وسهلة وسريعة. طبعا أكتركم يعني في ناس كتير مش تعرفها. هي اسمها يعني هنعمل اللحمة بدمعة كده بالتومة والصلصة بس، مش هنعمل فيها خضار ولا حاجة. فدلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو احنا هنعمل الرز مع بعض. طبعا عملناه قبل كده كتير وانتوا عارفين الطريقة بتاعتي في عمايل الرز. زي ما انتوا شايفين اهوت احنا هنقلب الشعرية اهو زي ما انتوا شايفين معانا. طبعا لونها بس يحمر شوية كده اهو. هننزل عليها بالرز، نبقى غسلينه كويس، وهننزل عليه على الشعرية بالرز اهو. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنقلب الرز كويس في الشعرية، بنديه تقليبه يعني تمام كده علشان بس يبقى مفلفل وكويس معانا، والميه بتاعته بتبقى سخنه زي ما انا قلت لكم قبل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو زي ما انتوا شايفين نحط الملح دي طبعا حسب كميه الرز اللي قدامكم. اهو زي ما انتوا شايفين معانا هنقلب الرز كويس في بعضه، نقلبه تقليبه حلوه يعني لما يسخن خالص. اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. دي الطريقة الصح للرز. عايزة الرز يبقى حبة وحبة كده يبقى مظبوط وقاعده مظبوط، لازم تعمليه كده وتقلبيه كويس، والمية بتاعته تبقى سخنة، مش تحط مية باردة، لا المية بتاعته تبقى سخنة. فطبعا الحباية بتاعته بتبقى مفلفلة كده وحلوة اهو زي ما انتوا شايفين معانا. بس هندي تقليبة كمان معاكم اهو. اهو دلوقتي هننزل بالميه السخنه عليه اهو. احنا عملنا الرز بس هنخلصه كده الاول، وبعد كده هنوريكم برضو انا هعمل اللحمه ازاي اهو. هنغطي عليه اهو زي ما انتوا شايفين معانا كده الرز خلص. انا كنت عامله اللحمه الاول بس طبعا معلش احنا جبنا في الفيديو الاول الرز، وبعد كده هنعمل اللحمه معاكم اهو. احنا حطينا اللي انتوا بتحبوا تطبخوا بيه زيت سمنه اللي انتوا عايزينه. انا طبعا بحب اعمل بزيت اهو. حطيته شويه زيت ونزلنا باللحمه تاخد صدمه كده اهي. هنقلبها كويس لما لونها يتغير وتنزل العصاره بتاعتها. الطريقه ديت بتبقى كويسه خالص للدمعه اهو. هنقلبها كويس لحد ما تغير لونها كده وتنزل العصاره اللي فيها كلها، نديها صدمه يعني. وطبعا هنبقى مجهزين مع بعض يعني حوالي 8 فصوص توم، نهرسهم كويس وزي ما انتوا شايفين اهو. مش هنحطهم الا لما اللحمه تنزل العصاره اللي فيها كلها اهو. انا هوريكم بس التوم اهو، وانا فرمتهم كويس اهو وبس تنزل العصاره كويس. هنحط التوم ياخد تشويحه مع اللحمه اهو زي ما انتوا شايفين معانا. اعملوا الطريقه دي يا جماعه والله هتعجبكم خالص، واللحمه بتستوي بتبقى جميله. الولاد حدانا بيحبوا الاكله دي، ومش بنحط فيها خضار ولا اي حاجه. هي بنحط عليها التومه دي تتشوح معاها، مش بنحط بصل ولا اي حاجه. هنحط بس التومه تتشوح كده وتاخد لون ذهبي كده، وهننزل عليها بالطماطم ونحط البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر، كمون، واحده مرقه دجاج كده زي ما انتوا شايفين معانا. وهنحط عليها الصلصه تاخد فورة كده في الأول، وبعد كده بنهدي عليها النار خالص. طبعا أي لحوم عايزاها تستوي بسرعة لازم النار تبقى هادية كده. اللحم معانا بتستوي أسرع ما تبقى النار عالية، مش بتستوي أسرع اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دي فلفل أسمر، وهنحط شوية كمون برضو، وواحدة مرقة دجاج، وهننزل عليها بالصلصة. جربوها بإذن الله هتعجبكم خالص وهتعجب الولاد اهو.
زي ما انتوا شايفين معانا. بتبقى طعمها يا جماعة والله تحفة خالص اهو. دي احنا حدانا هنا في الارياف بنسميها دي دمعة، دي اسمها الدمعة. الدمعة ديت بتوم بس مع اللحمة، مش فيها اي خضار ولا فيها اي حاجة، بس انا بعملها بالطريقة دي طبعا بتبقى احسن. اهو نزلت بالصلصة بالطماطم، يعني كنت فرمة الطماطم اهو نزلت عليها اهو زي ما انتوا شايفين معانا. هنحط عود جرفة برضو بديها طعم حلو خالص. اللي عايز يحط برضو حبهان الحاجات دي يحط، اللي نفسه فيه يحطها اهو. دلوقتي هنسيبها وبعد شوية هنرجع اهو. اللهم صل على النبي. دلوقتي انا ههدي عليها النار، هي خدت فورة كده، احنا هنهدي عليها النار اما تستوي وهوريها لكم برضو. بتستوي فيها بتبقى طعمها خرافة، جربوها وقولوا رايكم في التعليقات. واهي استوت اهي، اللحمة دايبة خالص، بس معلش كانت سخنة مش كنت عارفة اوريها لكم اهي، بس كانت سخنة يعني مش عارفة اعملها خالص. جربوها وربنا يجعلها بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. واحنا غرفنا الاكل اهو. لو وصلتوا معانا في الفيديو لحد هنا مش تنسونا في الاشتراك واللايك. ربنا يبارك في ولادكم جميعا اهو. زي ما انتوا شايفين معانا اللحمة دايبة خالص. ربنا يجعلها بألف هنا وشفا ومع ألف سلامة.